الغاز ومواده حتى نهاية المادة 20. ثم تم إرجاء التصويت على ما تبقى من مواد القانون حتى إشعار آخر. يعني إنه تركيا هي دولة احتلالية وتريد ترجعنا للزمن العثماني، وتريد بعد مرور 100 سنة على اتفاقية لوزان 1923 تريد ترجع الإمبراطورية العثمانية. وكمان عندنا أهداف كثيرة، يعني بعد ما قوات سوريا الديمقراطية انتصرت على الإرهاب وعلى داعش اخترقوا قصة مفبركة من شان يتهموا رفاقنا بقوات سوريا الديمقراطية. الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوانينه، وأن أحافظ على مصالح الشعب وحرياته، وأصون سلامة وأمن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية دراسة حول الواقع الاقتصادي في مناطق شمال سوريا بشكل خاص وفي سوريا عموما، وبعض المواضيع المتعلقة بالاقتصاد العالمي لها تأثير حقيقي على الواقع الاقتصادي في الأردن. اللي لاحظته خلال الفترة الماضية طبعا انه يعني عمل الإدارة كان بالجانب الاقتصادي كان بحسن الدرجة الأولى. الجانب الاقتصادي ما راح دخل بجوانب أخرى، لكن عمل الإدارة بالجانب الاقتصادي أنا لاحظت إنه كان في هشاشة بمصالح الشعب وحرياته، وأصون سلامة وأمن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية وحريتها، وحق الدفاع المشروع في الحماية الذاتية، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية إيمانا مني بالأمة الديمقراطية. أقسم. العدالة والتنمية الإخواني ومتزعمها أردوغان الآن يعيش أزمة اقتصادية، يعيش أزمة سياسية، قد يسقط في الانتخابات، وهو يحاول أن يصدر هذه الأزمة إلى الخارج عبر اصطناع انتصارات ولو وهمية على حساب الشعوب. راح يكون في حرب الشعب السوري ومعارضة، المهم تهديدات ما كانت طبيعية. طبعا بفترة طول الأزمة بلشت المواقف أو ردود الأفعال التركية اتجاه النظام السوري عم ينخفض، وحتى وصلت لدرجة أنه تركيا، ورح توصل كمان تركيا تترجى أنه يلتقي بالنظام السوري، وهاللقاء النظام السوري ما رح يقبلها بسهولة إلا بوضع بعض الشروط اللي نحن عم نشوفها فعلا رح تكون شروط صعبة. أول شيء بدها تطالب بالمعارضة اللي احتوتهم تركيا 10 سنوات، يعني الفصائل الموجودة اللي تحت اسم الائتلاف وما غيره وما غيره. غير ذلك مقابل أنه تركيا بتسليط سيفها على مناطق شمال وشرق سوريا دائما تفتح مجال لاستعادة النظام سيطرته على هذه المناطق، واللي عم يلعب هالدور الوسيط هو فعليا الروس. فلذلك نحن ما عم نشوف هو تهديد جديد. طبعا بين فترة وفترة تختلف، وحتى ب 2019 أغلب الزملاء والزميلات كان مشهود على الخريطة اللي رفعها أردوغان بمجلس الأمن، وصرح أمام العالم وأنه المناطق اللي تركيا عم تستهدفها حاليا هي بهدف تشكيل مناطق آمنة، إسكان النازحين الموجودين بتركيا. طبعا الغاية والمبرر كانت الاحتلال، طبعا ليعطي الاحتلال شرعية، بده يتحجج بملف النازحين في مسألة الإرهاب. وما مثلا كوباني أساس بوضع استهداف كوباني ضمن هدفه، كوباني باعتبار صارت لها رمزية عالمية بعد محاربة داعش والمقاومة اللي صارت بكوباني. ثاني شيء إذا كوباني سقطت تلقائيا من بيتش راح تسقط، وراح تكون لها كمان تأثير على التنفع. مثل مثلا بعض هيئات كثير شغل يكون عملها شبه بالمرأة بالثقافة، إذا بس الخيارات الأساسية اللي بتمس حياة الشعب هن كلهم موجودين بخلية الأزمة، والمجلس العام لإداراتنا الرئاسة أو الرئاسة المشتركة تكون موجودة ليكون مطلع على التحضيرات الموجودة، وبنفس الوقت يقدر من خلال لجان يتابع أعمال خلية الأزمة
بكل إدارة. وبنفس الوقت في له مهمة ثانية اللي هو عقد الاجتماعات للشعب والاطلاع على الوضع الموجود. يعني اطلاع الشعب على الوضع الموجود ومجاهزيته